الفنانة غادة عبد الرازق واحدة من أكتر الفنانات اللي معروف إنهم اتجوزوا كتير. غادة اللي عملت مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة ما اتجوزتش 5 مرات زي ما عملت في المسلسل. غادة اتجوزت في الحقيقة 12 مرة، بين رسمي وبين عرفي. ومن كتر ما غادة اتجوزت كل شوية تطلع معلومة إنها اتجوزت فنان أو نجم مشهور. واحد من الناس اللي اسم غادة عبد الرازق ارتبط بيهم هو الحارس الكبير عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق. الحقيقة برغم إن معلومة زواج غادة عبد الرازق وعصام الحضري دي بتتقال من سنين كتير جدا، إلا إن كل شوية تطلع معلومة إنهم اتجوزوا، حتى لو هم دلوقتي مش على ذمة جواز بينهم. لكن المعلومات الأخيرة اللي قالتها بعض المصادر الفنية إن غادة عبد الرازق متضايقة جدا من تكرار المعلومة اللي بتقول إنها اتجوزت عصام الحضري عرفيا. بعض المقربين من غادة عبد الرازق سألوها في اليومين اللي فاتوا هو انت فعلا اتجوزت عصام الحضري، لأن الشائعة دي أو المعلومة دي رجعت تتردد تاني. غادة قالت والله الكلام ده ما حصل، حرام عليكم. قالت كمان غادة وهي منهارة من البكاء ارحموني بقى من الشائعات دي، سيبوني في حالي وخلوني أعيش، عاوز أعيش حياتي زي الناس. كمان غادة عبد الرازق كشفت عن سبب ترويج إشاعة أو شائعة جوازها من عصام الحضري كل شوية. قالت إن في ناس بتطاردها، في ناس وصفتهم بأنهم أعداء النجاح مترصدين ليها وكل شوية بيروجوا معلومات غلط عنها علشان يدمروا مستقبلها الفني. غادة عبد الرازق اتجوزت 12 مرة، آخرهم كان هشام زنيتة اللي اتعرفت عليه في كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطنة المعز. وقتها كان هشام شغال مدير تصوير، لكن غادة أعجبت بيه ونشأت بينهم قصة حب انتهت بجوازهم لكنهم انفصلوا. ومن بين جوازات غادة الشهيرة برضو كان زواجها من الإعلامي محمد فودة، كان في بينهم قصة حب كبيرة لكن انفصلوا عن بعض. وقتها قالت غادة ان انفصالهم سبب الخيانة.